أهلا. النهاردة جايين نناقش فكرة اختفت من صناعة السينما في مصر، وهي الصناعة الميتة بكل المقاييس، وهي صناعة الأنيميشن المصري. أول عمل أنيميشن مصري كان تحت عنوان مش أفندي، واتعرض في سنة 1936 في السينمات. مش أفندي كان شخصية كاركترية مصرية شبه ميكي ماوس كده، بس طلع مصري. الفيلم ده اتعرض قبل ما ديزني تعمل سنو وايت بسنوات كتير. أنت متخيل مصر كانت فين وقتها؟ بس كان في مشكلة، إنه اللي عاملين الفيلم ده والصناعة ككل كانوا يهود. بعد مغادرتهم لمصر الصناعة ماتت تماما. في الستينات ظهر واحد من رواد الرسوم المتحركة اسمه حسام الدين مصطفى. ده عمل شوية أفلام دعائية متحركة كانت بتعرض في المناسبات الوطنية، بس برضه كانت كلها مجهودات فردية مش صناعة متكاملة. في السبعينات كان في شغل بسيط جدا، كان أغلبه استخدم الأنيميشن كوسيلة توضيحية في التلفزيون التعليمي مش كفن مستقل. ونيجي بقى للتمانينات، هنا بدأ يحصل شوية حركة، وظهر فنان اسمه أحمد الراهب. ده حاول يقدم أنيميشن حقيقي، ومن أشهر محاولاته كان مسلسل تعليمي اسمه حكاية جحا، لكن للأسف الإمكانيات كانت ضعيفة جدا. وبرضه في الثمانينات بدأ يظهر أنيميشن بسيط من سائلات اللبن والمعلبات، بس مفيش حاجة تستحق تتسمى صناعة. في التسعينات بدأ شغل مختلف يظهر شوية، خاصة بعد انتشار الكمبيوتر في الرسوم. لكن المفاجأة الكبرى كانت في نهاية التسعينات لما اتعرض أول موسم من بكار في رمضان. بكار كان نقلة حقيقية، أول مسلسل أنيميشن مصري طويل معمول بأيادي مصرية 100% بإخراج الدكتورة منى أبو النصر، موسيقى عمر خيرت، والأهم الناس حبت الشخصية وتعلقت بيها. بس في نفس الوقت خلينا واقعيين، من مش أفندي لحد بكار مر أكتر من 60 سنة، واللي حصل فيهم كان مجرد محاولات مش صناعة ثابتة زي اليابان وأمريكا. حتى بكار تقريبا بعد موت الدكتورة منى أبو النصر ما حصلش أي تطوير حقيقي ليه، رغم نجاحه الضخم جدا وتشكيل جيل كامل بيه. بس الحلو دايما مش بيقل، وكانت الضربة اللي دمرت السوق فعلا هو دخول الأنيميشن اللي جودته مرتفعة، من أول الأنيميشن الياباني لحد الأنيميشن الأمريكي. فالمنتج المصري يبص إنه ليه أصرف على الأنيميشن المصري وأنا ممكن أدبلج واحد أمريكي في شهرين وأكسب أكتر من اللي هيكسبه المسلسل اللي هو هيسمعه. وحتى دلوقتي واحنا في 2025 مفيش أي خط واضح للأنيميشن المصري اللي هو بمعنى أصح عقيم. يعني برغم إننا بقينا نشوف الشركة المتحدة بتصرف ملايين الدولارات على أفلام ضخمة ومسلسلات ضخمة، بس مفيش أي توجيه حقيقي لإنقاذ صناعة بالحجم دي. لو مش واخد بالك من سوق الأنيميشن العالمي داخل في تريليون دولار، يعني 1000 مليار، أنت مستوعب الرقم؟ والمشاكل اللي بنواجهها وهمية جدا، مثلا إنه مفيش بنية تحتية. الجملة دي غلط خالص. أمال إحنا ليه عملنا العاصمة الإدارية وكل المدن الجديدة دي؟ والإمكانيات المادية حلها بسيط رغم إن هي مبقتش موجودة. بس شوف المسلسلات الكتير اللي هابطة في رمضان، يبقى فيها ممثلين كتير ومصروف عليها حلو. يعني لو اتجمعوا كلهم في مسلسل واحد أنيميشن 7 حلقات بس، بشرط إنه ميبقاش موجه للأطفال، المسلسل هينجح جدا ونجاح ساحق، خصوصا ان احنا سوق متعطش جدا للانيميشن. بس عارف ايه اكبر مشكله؟ انه اي شركه او اي حد مرسخ جوه مخه ان الانيميشن ده موجه للاطفال فقط. معلش بس انت اكيد مش هتفهم اكتر من شركات زي بارامونت ونتفليكس اللي صرفوا على عالم افاتار اخر مسخر هواء قرابه 3 مليار دولار ولسه ما طلعوش غير مسلسل واحد. اكيد الناس دي ما رمتش فلوس على الارض، بس الانيميشن استثمار على المدى الطويل، لانه صناعه فيلم واحد بياخد من 4 ل 5 سنين، وده ما بقاش عائق عشان شفنا فيلم زي الست تقريبا 3 سنين، وفيلم زي كيرة والجن بدأ من 2019 وطلع للنور في 2022. فملكوش حجة اهو، الفلوس موجودة والوقت موجود. ولو نزلت دورت في السوق هتطلع انيميتور مصريين بالعبيط وبأسعار رخيصة، وتديهم شوية دعم واستديو هيطلعوا لك عظمة. اللي مطلوب حرفيا تغيير العقلية من انه موجه للأطفال فقط الى لانه موجه لصناعة مستقبلية اكتر من الصناعة الحية. ومع تطور الامكانيات تكلفة صناعة الانيميشن بتقل اكتر والجودة بتعلى، فاتمنى يحصل تطوير حقيقي. وبس كده، ده كان فيديو محتاج اعمله لانه اللي بيحصل بيحرق الدم بجد.